بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا داير أتكلم عن شيء اليوم اللي هو الظاهرة حقة القبيلة. صراحة يعني لورا شوية، يعني كل زول مثلا حصلت لمشكلة شخصية بحولها لمشكلة قبلية، والشيء ده شيء عجيب وغريب وشيء مؤسف، يعني شيء ما تمام. أصلا الناس وقت قامت حرب 15 أبريل الناس كلها ساهمت، كل القبائل السودانية وكل قبائل الهامش ساهمت، والآن بتساهم. والآن احنا الحمد لله اتأسست الدولة، دولة السلام، دولة تأسيس، ولكن الشيء الماشي ده شيء ما تمام أصلا. أي زول عنده مشكلة شخصية بحولها لمشكلة قبلية، والشيء ده لشنو؟ وبالذات القبائل كردفان وقبائل دارفور، يعني شيء عجيب وغريب ومقرف. احنا الدولة دي وقت بنأسسها دولة سودانية تسع الجميع، سوداني كم من الشمالية وكم من الشرق وكم من الوسط وكم من الجنوب وكم من انقسم من اي محل سوداني، الرجل المناسب في المحل المناسب. دي الدولة اللي احنا ساعين لها اصلا. احنا كنسانا دولة قبلية والله بتكون دولة يعني ما عندها اي قيمة ولا دولة ذاتها اصلا. احنا ما دايرين نبني دولة على القبلية لأي سبب من السبب. الحاجة اللي الان ماشي دي ما تمام. يعني في الاسبوع ده بس الان في عربيه قال في جنوب في كردفان، يعني قبضوها ما عارف مشكلتها شنو، كم لايفات وقبضوا عمر ونحن مسيريه ونحن ياتوقه والدم سياله جوطه كثيره. بوابه بس بوابه حولوها بوابه ما رسميه، والسلطه حولتها من محلها، يعني المؤسسه ذاتها حولت البوابه دي. جو قالوا البوابه دي ما تتحول، وحولوا مشكله البوابه دي لمشكله قبليه اللي هي في غرب دارفور الجنينه. يعني قامت القائمه وما بتجلس اللي هم يعني زغاوه ام كملتي، يعني شيء غريب وعجيب. البارح في زول شالوا منا عربيه من الرزاقات، قال يعني خشم بيت من الرزاقات عنا ديل ظلمونا وديل ظلموا وديل كده، وهو زول عسكري اصلا، انسان انت عسكري وعندك الشيء ده بتعالجه مع المؤسسه، ما بتعالج مع القبيله على الاطلاق. ما دام انت عسكري موجود داخل المؤسسه كان عندك اشكال زي ده بتعالجه بالمؤسسه، ما بتعالجه بالقبيله. القبيله علاقتها شنو بالكلام ده كله؟ انت تابع لمؤسسه وشلت عربيه منها وهي شالتها منك، وكيفيه الشيل كيف ده شغل بتحل المؤسسه وغادي، لكن ما عند القبيله بعلاقه. انا الشيء دايره الان الشيء الماشي شيء ما تمام صراحه. الشيء ده شيء ما تمام على الاطلاق، وده ما اصلا ما بنقدر بنأسس دوله، والله يشمتوا علينا. ونحن دايرين نأسس دولة هامش، دولة مساواة، دولة عدالة، كده ما بنقدر بنأسس نهائيا. الشيء الماشي ده في انسان قبيله ما عنده انسان نافذ وممتاز وكويس ده يمشي وين؟ بيخدمنا وبيخدم الدولة دي وبقدم في الدولة دي، وما عنده قبيله وما داير القبيله كويس، نسوي له شنو؟ ده ما يلقى حاجه. شيء ده شيء ما تمام، شيء ما ممتاز. الآن كمثال الآن نحن يعني شاركت معانا قبيلة واحدة اللي هي من النيل الأزرق، رفاعة. الآن الرفاعة ديل من الحرب ده بدأوا لحد الآن أقول لكم رفاعة طلع رفاعي واحد قال نحن مظلومين ولا شالوا لنا، ولا واحدة بس شاركت معانا من النيل الأزرق. ألقى بس اللي تقول كلمة واحدة. هل هم ما عندهم نقص؟ هل ما عندهم مشاكل؟ هل ما ليه ما تكلموا؟ ما خليه يتكلموا. والله ما قالوا كلمة، والتاريخ يسجل لهم الكلام ده، لأن دير أصحاب القضية الحقيقيين، دير أصحاب القضية. احنا والله بنفس طريقتنا دي والله ما أصحاب قضية نهائيا، وما دايرين نقيم الدولة، وبل عبء على الدولة دي، دولة تأسيس دي. لكن يا جماعة الشيء ده لازم يتعالج علاج جذري، ولازم كل شيء. اي زول بيتكلم بقبيلته يطلع زول عسكري يقول انا قبيلتي. عسكري علاقتك بالقبيله شنو؟ عسكري وتابع لمؤسسه يطلع يقول انا قبيلتي الفلانيه ونحن الفلانيين وما سو. ده شيء عجيب وغريب، ده كلام عجيب. الشيء ده شيء ما تمام وشيء ما كويس وما بيخدم القضيه ولا بدي. احنا دايرين نأسس دولة السلام، دولة المساواة، دولة سودانية الناس كلها تضرب بها الأمثال. الناس الآن تضرب ببوركينا فاسو وبتضرب برواندا، دايرين دولة زي دي،
زي الدول اللي ضربوا بها الامثال دي، ان احنا دايرين دوله بنفس المستوى ده، ما دايرين اقل من ديل. اخواننا الافارقه ديل ان احنا دايرين زيهم، دوله زيهم ما اقل منهم، ولكن بعنصريه وبجهويه وبكلام فارغ وبتخلف والله ما بتمشي على الاطلاق. داير رجال عندهم عقول ويغودوا البلد ده ويطلعوا لقدام ويمشوا لقدام ويودوا الناس لبر الامان. بلد دي الان فيها حوجه ماسه لكل شيء، ما داير الكلام الفارغ ده. الاشاوس في كل الميادين لكم التحيه والتقدير. الله اكبر، الله اكبر ولا نامت عيون الجبنة، الله اكبر ولله الحمد. منصورين في الفاشر، في الصحراء الكبرى، في كردفان، في كل المناطق منصورين باذن الله تعالى، لا للجهويه، لا للقبليه، لا للعنصريه. الله اكبر ولا نامت عيون الجبنة، الله اكبر ولله الحمد. اخوكم بريان.